مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم معانا وحلقة جديدة ومسلسلات زمان على شاشة الفضائية المصرية. النهاردة بنتكلم عن أهم رمز ثقافي وتاريخي وفني في الوطن العربي كله. هي بصوتها وبحضورها قدرت تصنع وحدة عربية شاملة. لما دايما بنقول لقب الست لا يتبادر إلى ذهننا غير لشخصية واحدة فقط، هي صاحبة العصمة وكوكب الشرق أم كلثوم. وبيسعدنا النهاردة أن احنا نتكلم عن هذا المسلسل العظيم أم كلثوم، اللي بعتبره مسلسل مكتمل العناصر الفنية. وبيسعدني أيضا يكون ضيفي في حلقتي النهاردة دكتور ناصر حسين الكاتب الصحفي. أهلا بيك يا دكتور، شرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بيك. لما بنتكلم عن مسلسل زي أم كلثوم بنقول دايما هل نجاح هذا العمل بالشكل يعني المدوي اللي حصل نابع لشخصية أم كلثوم نفسها، ولا العمل نفسه قدر يقدم شخصية أم كلثوم بطريقة كما لم يعرفها الجمهور، يعني قدر يطرح تفاصيل من حياتها الشخصية وحياتها أيضا الفنية لم يكن يعرفها من قبل، فلذلك هو تعايش جدا مع هذا الرمز العظيم في الفن؟ هو أكيد الاثنين مع بعض، شخصية أم كلثوم وتاريخها وعظمتها كسيدة مصرية طبعا لا تتكرر بسهولة، إلى جانب العمل نفسه طبعا في قيادات وخبرات، وكمان كان في استعداد كبير قبل تصوير العمل، لأنه خدوا مجهود في تدريب البطلة صابرين، وخدوا مجهود حتى في وصولها للشكل الأقرب لأم كلثوم. وكمان كان ليها بتتمرن على بروفات وتدريبات على أو على طريقة الأداء على المسرح. فأكيد العاملين دول شخصية أم كلثوم نفسها بعظمتها وعظمت برضو الناس اللي قدموا الأدوار والعمل. تمام. تمام. هنطلع لفاصل، نرجع مع حضرتك نبتدي نتكلم عن أم كلثوم الإنسانة، المرأة العصامية اللي بدأت من القرية بالعقال وبالقفطان لحد ما وصلت لأهم رمز ثقافي فني في الوطن العربي. هذا المشوار كيف طرحته الدراما؟ بعد الفاصل اتفضلوا. تعد سيرة حياة كوكب الشرق أم كلثوم من السير الهامة للعالم وخاصة المصريين، لأنها تعني الكثير لهم ورمز وقيمة كبيرة ليست فنية فقط، وإنما قيمة وطنية عظيمة. وفي عام 1999 عرض مسلسل أم كلثوم الذي يتعرض لسيرة حياة كوكب الشرق ويحكي قصة حياة إلى القاهرة. يا بنتي انت لازمك راجل وولاد يملوا عليكي دنيتك، والراجل والأولاد دول مش محتاجين لي رعاية واهتمام. أجيب لي ده كل وقت منين؟ وانت أكتر واحدة شايفة وقتي متوزع ما بين القراية والبروفات وتسجيل الاسطوانات والغنى. ثم يسرد المسلسل أعلى درجة لها في سلم المجد الفني والمصاعب التي مرت خلال رحلتها، وكيف تجمع حول موهبتها عمالقة الفن. كما تطرق المسلسل إلى دورها الوطني الكبير تجاه وطنها مصر. أنا فكرت بيني وبين نفسي وشفت إن ممكن ده يكون في صالحي كمطربة، لأن أكيد الغنوة في السينما هتاخد شكل ومعنى جديد يناسب أحداث الفيلم. وبعدين كلامكم معايا النهاردة أكيد هيشجعني أكتر إني أخطو الخطوة دي. المسلسل من تأليف الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن
ومن إخراج المبدعة إنعام محمد علي، وبطولة الفنانة صبرين، كمال أبو ريا، أحمد راتب، حسن حسني، عبد العزيز مخيون، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم. أهلا بيكم معانا مرة تانية، وأهلا بيك يا دكتور. ونبتدي من الكتابة، واللي بعتبرها هي العمود الأساسي اللي اعتمد عليه، أو العمود الفقري اللي اعتمد عليه نجاح مسلسل أم كلثوم. الكاتب محفوظ عبد الرحمن، هذا الباحث ويعني الكاتب، واللي قدم لنا أيضا أعمال كتيرة جدا تحت بند السيرة الذاتية لكثير من الشخصيات. التحضير هنا كان أعتقد كان مسلسل أم كلثوم أخذ تحضير بشكل مختلف عن أي عمل تاني. بالتأكيد. هو طبعا العمل ده كان قدم سنة 1999 وكان في شهر رمضان، وكمان من عظمة المسلسل والحشد اللي فيه وصل ل 37 حلقة، يعني تجاوز شهر رمضان. بس هو طبعا كان محفوظ عبد الرحمن ده كان حلمه وكان بيجهز ليه، وهنشوف ان زوجته طبعا مشاركة في العمل، الفنانة سميرة عبد العزيز. بس العمل ده كان يعني النقطة أنا مش عايز أسبقها بس هقولها، كان مكتمل وكان فيه نجاح عظيم ومدوي طبعا، وشغف الناس بأم كلثوم. وصابرين كانت متفوقة جدا لدرجة خدت فترات سنين طويلة بعد كده إن هي دي أم كلثوم. الناس يعني بقت الشخصية ملاصقة ليها. طبعا كان إنتاج قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري اللي هو يعني دايما هعتبره أهم يعني مكان أنتج أعمال عظيمة باقية ومؤثرة في أجيال، هو قطاع الإنتاج بالتلفزيون هو ده اللي احنا بنطالب بيه دلوقتي، بيت الدراما المصرية زي ما بنقول. بالظبط. لا يعني دي كانت أيام جميلة جدا، ودلوقتي طبعا للأسف الوضع اختلف، بقت في شركات وقنوات وجهات كتيرة بتنتج، وبقى الموضوع بيزنس. لكن لحد دلوقتي معظم النقاد بيطالبوا ان الدولة هي اللي تنتج، لان دي طبعا التلفزيون هو التلفزيون الرسمي، هو التلفزيون الدولة. فالدولة لما بتنتج ما بيكونش ليها اي هدف القيمة فقط، هو القيمة، وما بيكونش ليها هدف ربحي. بيكون كمان ما فيش انتماء وتحيز لحد معين او لطرف على اخر. فالمسلسلات ده كله بيطالب دلوقتي ان ده يبقى الدوله تنتج، بالذات تراثنا، الاشياء الثقافيه. الثري الحقيقه تراث يعني مليء بالثراء. بالظبط، ان مصر مليئه بالتراث لدرجه ان اي حد دلوقتي بيعمل مهرجان او عايز من الدول العربيه او حد بيعتمد على الاساطير الاساطير المصريه، لان هم دول مفروضين على الدول العربيه كلها. وكمان احنا بنتكلم على القوى الناعمه، وازاي ام كلثوم كانت زي ما حضرتك قلتي في المقدمة هي اللي بتجمع كل الدول العربية، العالم العربي، بل بالعكس تخطت شهرتها العالم العربي، وصلت إلى روسيا، تغنت في أكبر مسارح فرنسا، وشفنا ازاي ان احد المشاهدين او المتفرجين قبل قدمها، وحتى ناس كتير. الرئيس الفرنسي يعني شارل دي جول الحقيقة كمان كرمها بالظبط. فهي شخصيتها نفسها، يعني لو سمحتي لي انا هتكلم عنها بسرعة، وان ده معروف. اولا البداية من قرية طماي الزهايرة، وهي السيدة الوحيدة اللي اتعمل لها متحف دلوقتي، وفي كل اسطواناتها بطريقة تقنية، وفي كل الادوات الموجوده في المتحف ده جزء منها. تمام. للاسف طبعا بيتها كان ممكن يتحول لمتحف، والورثه باعوه طبعا، واحتفظوا على فكره بكل مقتنياتها. يعني اللي موجود في المتحف ده جزء بسيط، لكن في فيلم اتصور مع اهلها في القريه، وقالوا احنا من صغرها كنا بنتمنى لها السعاده وربنا اداها. وطبعا قابلها الملوك والامراء، وكان ليها باسبور دبلوماسي، وكانت بتقابل معظم الملوك والرؤساء. ام كلثوم اعتقد لما كانت بتسافر خارج مصر ما كانتش بتعتبر نفسها دولة، هي سفيرة لمصر وللوطن العربي والاستراث العربي والثقافة العربية. البعض ذهب قال يعني لما هي مرضت في آخر حياتها كانوا بيقولوا عايزين نتبرع بالدم لأم كلثوم عشان تكمل. أم كلثوم طبعا، وغير بقى الألمازات ولا زال المتحف يحتفظ بالمنديل بتاعها. فهي الشخصية أكبر من أي مسلسل. بس أنا لازم أنبه لنقطة، ليه المسلسل نجح مع ان في شخصيات عظيمه في تراثنا اتعمل عنها مسلسلات ولم تنجح. بصراحه اتعمل فيلم او مسلسل عن عبد الحليم حافظ، لكن ما خدش نفس الزخم، لان ما كانش فيه الاعداد، ما فيش
الشخصيه انا القوية. بشوف هنا برضو العنصر زي ما قلنا، الكاتب محفوظ عبد الرحمن له دور انه يقدم العمل بالقيمه دي. اكيد المخرجه انعام محمد علي اللي بشوف يعني انها ادارت يعني اداء وموهبه الممثلين اللي قدموا ادوار عديده، لان ام كلثوم كان في حياتها الكثير. فعشان تقدر تقدم الشخصيات دي اقرب الى يعني حقيقتهم، لان في شخصيات احنا شفناها زي محمد عبد الوهاب، زي رياض السنباطي، يعني زي غير من يعني أكيد كتير أكيد. من الاسماء اللي عصروا ام كلثوم وكان ليهم دور في نجاحها. قدرت يعني توظف كل شخصيه كانها الشخصيه الحقيقيه بالظبط. بالتاكيد. هو طبعا في محفوظ عبد الرحمن في مسلسله إن لم يكن كاتبا عاديا. المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي بتتصدى للأعمال الكبيرة دائما. طبعا زي ما عملت طبعا طريق العائلات وعملت أشياء كتيرة. كان التلفزيون ده يعني في أوج عظمته إنه كان ليه كتابه وليه مخرجينه. طبعا أسامة أنور عكاشة وأنعام محمد علي وكتير من اسماعيل عبد الحافظ اسماعيل عبد الحافظ وكان الدمرداش يعني برضه الدمرداش. فكانت في أسماء كبيرة. بس أم كلثوم نفسها عشان تطلع الشخصية دي اللي هي الطفلة البسيطة اللي في القرية اللي أبوها الشيخ إبراهيم يعني سمع صوتها كده بالصدفة لأنه كان معتمد على أخوها خالد عفوا. وخالد كان صوته مش زي صوت أم كلثوم يعني. فهي فاجئته راحت الكتاب وهي صغيرة وحفظت القرآن. ودي كانت من علامات نبوغ أم كلثوم الحقيقة. لما كنت بسمع دايما لقاءات كبار المطربين والملحنين زي الموسيقار محمد عبد الوهاب، ان سر تميزهم ان هم صغيرين حفظوا القرآن الكريم وكانوا ملتحقين بالكتاب، فسمعوا من المشايخ اداء ومقامات. ايوه واتقال ده حتى في الافلام التسجيليه حتى اللي بيعرض في متحف ام كلثوم ان هي التقت بطبقه من الملحنين الصوفيين. أيوة. والمنشدين. على فكره زكريا احمد رجل صوفي متدين صاحب طريقه. الشيخ زكريا احمد. زي ما كنا بنسمع النقشبندي، شوف الصوت والعظمه. وربنا كتب لنا ان يجتمع الموجي مع او بليغ مع النقشبندي فنوصل. ام كلثوم هي لما غنت لأبوها النشيد بدال أخوها وأنشدت ففرح بيها جدا. لفت معظم قرى مصر، لفت مصر كلها على رجليها وعلى وسائل بسيطة عشان توصل لأم كلثوم. حفظت القرآن دايما. يعني أنا بلاحظ الحكاية دي إن العظماء لما ترجع لتاريخهم تلاقيهم حفظوا القرآن في الكتاب. أيوة. مصطفى كامل وسعد زغلول والشخصية ورفاع الناس الكبيرة والرموز المصرية دي. بص كده في تاريخهم هتلاقي حفظ القرآن الكريم وهو صغير. أم كلثوم طبعا هي الحظ يعني انه المنظومه كلها كانت كويسه حوالين منها. كان فيه اهتمام بالثقافه، كان فيه رقيه، المجتمع كله كان يؤهلها لهذه بالظبط. الناس اللي كانت بتروح الاوبرا بالتراك، الناس اللي بتتكلم باللغه الفرنسيه، الناس الهوانم، الناس الهاي، البشوات، الوضع اللي هو بيهتم بالثقافه، اللي هم كان اهم حاجه عندهم ان هم يتفرجوا على فيلم عظيم، يسمعوا اغنيه عظيمه، الاوبرا، يشوفوا باليه. هو كان الوقت كده. كانت هو نفسه الملك فاروق سماها كوكب الشرق ام كلثوم. فلما يبقى حوالين منها كل المنظومه كويسه فلذلك اللي تعاون معها طبعا السنباطي، زكريا احمد. لو نبتدي من اكيد السنباطي هو الاساس يعني. طبعا هو صاحب المنظومه الاكبر ورامي طبعا. لكن هي كانت في بداياتها الحقيقه. كنت مره شفت لقاء او سمعت لقاء عن دور الشيخ ابو العلا محمد في بداياتها اللي هو عمل لها النقله الكبيره والتحول الكبير في البدايه، وكان هو زي ما نقول العراب لأم ما هو كلثوم. بيبقى في دايما في حد كده بيطلع لك بقى قمه يعني. زي الشيخ ابو العلا محمد ده طبعا هو اللي حفظها الاناشيد وهو الاساس. زي مثلا فريد الأطرش يعني معلش ده بره موضوعنا. بدايته ان هو كان بيمشي وهو صغير في الموالد ورا واحد بيقول مواويل كويس اسمه الشيخ حسين، واتعلم منه المواويل بقى فريد الأطرش. لكن ام كلثوم النشأة اللي هي ان هي تلف كل القرى، ان هي تحفظ القرآن، ان هي بتردد حتى ليها طبعا مسجل لها بصوتها ان هي بترتل القرآن. وهي الحقيقة كمان اللي عمل دور ابو العلا محمد الفنان الكبير رشوان توفيق اكيد عمل ممتاز جدا. وعلى فكرة لو رجعنا للمسلسل، هو طبعا هي مهمة صعبة ان حد يكتب عن ام كلثوم، والمسلسل نجح جدا طبعا. ومن كتر الزخم، شوف انا وحضرتك نتكلم عنها كتير ازاي، من كتر الزخم اتعمل 37 حلقة. لكن انا اثق جدا ان ممكن يتعمل افلام ومسلسلات اخرى برضو برؤية اخرى ورؤية، ونعمل افلام وثائقية عن ام كلثوم. لان الدكتورة رتيبة الحفني استاذة الموسيقى في معهد الموسيقى قالت اغاني ام كلثوم وتراثها هي والسنباطي دي اغاني خالدة هتفضل
آلاف السنين يعني، او اكتر من 1000 سنه. يعني احنا اللي بنتكلم عن ام كلثوم دلوقتي ان شاء الله يعني بعدين ب1000 سنه ناس هيتكلموا عن ام كلثوم زي ما احنا بنتكلم عن الشعراء الجاهليه وهكذا. ليه؟ الاغاني خالده، الكلمات خالده. يعني حتى سنباطي لما جه عمل اهم اعماله ليها وهو الاطلال، هو توقف عند العمل ده وقال انا ممكن اقدم ايه اجمل من كده بعد الاطلال. ام كلثوم طبعا ولحن لام كلثوم بعد كده اعمال عظيمه واجمل واجمل، ولكن كانت ذروه النجاح بالنسبه له كانت الاطلال وقتها. اكيد. وبعدين معظم الكتاب والشعراء والملحنين كانوا بيتسابقوا على انه يشتغلوا مع ام كلثوم، وبعضهم عمل واحد وتم خلاص دخل التاريخ. يعني على فكره فناننا الكبير سيد مكاوي طبعا عمل لها يا مسهرني. للاسف هم كانوا هيتعاونوا قبلها ب11 سنه وقالت له هتشتغل معايا مجانا، فقال لها طب انا هدفع للجزار والراجل بتاع الكشك والبقال منين. ده اخر شويه، لكن عمل واحد يا مسهرني. شوفي العظمه بتاعت ملحن بيسموهم ايه، ملحن الرصيف، اللي هو ما درسش ما دخلش معاهد، بس كل اللي دخلوا معاهد وخدوا دكتوراه ما عملوش زيه. دكتور ان كمان عظمه ام كلثوم برغم ان بدايتها مع العمالقه الاصبجي والسنباطي والشعراء الكبار زي بيرام التونسي واحمد رامي طبعا اللي كان له دور في حياتها هنتكلم عنه، الا انها جت في مرحله قربت من جيل الشباب بدخول بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، حياتها اللي عملوا لها نقله كبيره جدا وقدروا يوصلوها لقاعده اكبر من الجمهور او السميع. اكيد. هو انا ده بيفسر ليه العمل امتد ل 37 حلقه، وان احنا نعمل مسلسلات كتيره، ان حياه ام كلثوم فيها زخم وذاخره بحاجات كتيره. وفي حاجه تانية كمان انا عايز اقولها، ان هي بتعتبر قيمه ورمز. بليغ كان شاب ودخلها في مرحله الشباب. وشوفي نتخيل ان العظيمه دي بتعمل لحن لشاب صغير. كان بليغ ساعتها شاب صغير، فهو عمل حته كده فيها طبله شويه، فتهزت ام كلثوم مع الطبله شويه. تاني يوم قامت الصحافه والاعلام ضجه كبيره على بليغ حمدي، انت ازاي ترقص الست، انت مش عارف مين الست. شوف الرمزيه لحد فين. اللي احنا طبعا دلوقتي للاسف يعني بنسمع حاجه اسمها اغاني سندوتش، اللي هي بتتسمع وبعد فتره تتنسي، لكن الاغاني دي خالده زي ما قالت الدكتوره رتيبه الحفني. المسلسل حشد على فكره شخصيات قريبه للواقع. يعني عبد العزيز مخيون كان قريب من محمد عبد الوهاب. اكيد كمان ابو ريا. حسن حسني كوالد ام كلثوم كان كويس جدا. وبعدين في بنات صغيره بقت نجوم بعد كده. اولا سهر الصايغ اللي قامت بدور ام كلثوم في سن 7 سنين. دلوقتي الدكتوره سهر الصايغ طبعا والنجمه تمام مثلت دور ام كلثوم عندها 7 سنين. في برضو المطربه عبد الحكيم، ريهام عبد الحكيم ودي فنانه صوتها قوي جدا وعظيم يعني. فاللي اشتركوا في المسلسل اصبحوا نجوم. والتحدي الاكبر طبعا كان للبطله صابرين، ان هي نتكلم عنها بقى بعد الفاصل صابرين. لانه هي انا بعتقد اي نجم يقدم يعني دور زي ده هو في مأزق بعد العمل، ان انا هقدم ايه بقيمه ام كلثوم بعد نجاح العمل المضوي في جميع الدول العربيه. نتكلم في ده بعد الفاصل، اتفضلوا. الفنانة صابرين فنانة مصرية متميزة، أحد أهم نجمات جيلها، مما يتمتعن بموهبة كبيرة تظهر في كل دور تقدمه. وبعدين هنعمل إيه؟ أنت اللي هتعمل إيه؟ لازم نشوف حل بأي طريقة يسكت الست دي. حل؟ إزاي بس؟ مش عارف. فكر. أنت ما تتصورش إن ممكن يحصل لي لو أبويا عارف. ده ممكن يقتلني. تعد رحلة الفنانة صابرين مع الفن رحلة كفاح حقيقية، والتي بدأتها بأدوار صغيرة كانت أولى خطواتها الكبيرة في عالم الدراما، مسلسلات هالة والدراويش، ليلة القبض على فاطمة، رحلة السيد أبو العلا البشري، ضمير أبلة حكمت. مامي عشان خاطري موتهم، امسحهم من على وش الدنيا، يا كده يا هموت نفسي. طمني يا ريما حبيبتي، وشوفي باباك هيعمل ايه.
مارست الفنانة صابرين فن التمثيل بجميع صوره، سواء بالمسرح، التلفزيون، السينما والإذاعة، حتى أنها قامت بأداء فوازير رمضان. إن شاء الله ربنا هيكرمنا آخر كرم. فين ده بس؟ ده احنا قاعدين اسبوع اهو بنمشي مفيش ولا زبون. هم وصلوا. اتفضل حضرتك على المكتب. ولكن أهم نقطة في حياتها على الإطلاق عندما قامت بدور كوكب الشرق السيدة أم كلثوم مع المخرجة إنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن، والتي اعتزلت الفن بعد أداء هذه الشخصية العظيمة عدة سنوات، ثم عادت إلينا الفنانة صابرين بعد فترة من خلال مسلسل كشكول لكل مواطن، وما زال عطائها الفني مستمرا حتى الآن. بنتكلم عن طبعا صابرين، وصابرين زي ما قلت قدمت الشخصية بجدارة، لأن طبعا في مشاهد الغناء دي ما كانتش تقدر تعملها إلا إذا كان عندها هذا الحس الفني، وهي فعلا صابرين كان ليها كانت بتغني قبل يعني ليها استعراضات. فحابين برضو نشوف هي قد إيه دخلت عالم أم كلثوم وتقمصته وقدرت تتوحد مع المشاهد كأنها أم كلثوم بالظبط. شوف حضرتك، هو مشروع مسلسل ام كلثوم او يعني تنفيذ عملي يمجد ويؤرخ لحياه ام كلثوم، ده كان حلم للمصريين وللدراما المصريه وللمجتمع الفني المصري، وفضل المشروع ده سنوات قبل المسلسل. وبعد كده كان طرح بقى اسماء كتيره، وكان في تنافس في كذا ممثله كانت عايزه تأدي الدور، وكان في وصل للخلافات وان دي عايزه تضمن الدور وهكذا. طبعا الحل ان دلوقتي ان احنا نقدر نعمل اعمال كتيره عن ام كلثوم، فالاختيار الواقع في الحظ جاب صابرين في النهايه، وكان قبلها ناس كتير مرشحه، بس ده كان تحدي كبير، وكمان كان تحدي اللي نفذوا العمل ان هم دخلوها في بروفات كتيره جدا طبعا، وفتره التحضير كانت طويله جدا. المكياج كمان المكياج، وهي نفسها اتكلمت لما سالوها، يعني كان اجري معاها حوار قبل التصوير وبعد التصوير. هي قالت ابتديت بقى خلاص انا اعيش ام كلثوم نفسها، يعني المسرح بتطلع ازاي على المسرح لما هي طبعا السيده الوحيده المطربه الوحيده في مصر اللي هي تقعد على كرسي لغايه ما المقدمه تخلص، ولما تقوم الجمهور كله يصفق، وطريقه كلامها وهكذا. وكان طبعا ام كلثوم بيقال ان هي كانت بتعاني من جحوظ في العين طالعه لبره شويه فبتلبس النضاره. في الديكور عمل الرقبه كويس بالنسبه لصابرين، لكن كان الاهم ان هم كانوا بياخدوها المسرح ويعملوا لها بروفات وبتعيش في نفس دور ام كلثوم. مجهود اعتقد كبير لغايه ما وصلت في ان هي اقنعتنا. تمام. طبعا اللي حواليها برضو كانوا مقنعين. عبد العزيز مخلون بالنسبه لقيامه بدور الموسيقار محمد عبد الوهاب، هنلاقي انا كمان الحقيقه احمد راتب ابو ريا، كمان ابو ريا واحمد راتب الحقيقه كمان احمد رامي، يعني كان دور عظيم، لان في مسيره ام كلثوم الحقيقه من ضمن يعني النقاط المضيئه في حياتها انها قدرت تحاوط نفسها بكبار الاسماء في الشعر وفي الادب، فده اداها زخم كبير جدا انها قدرت يعني تصنع جمهور من السميعه له ذوق عالي جدا في حتى أكيد في اختيار الكلمه. هو كمان ام كلثوم نفسها كان في كلمه عظمه على عظمه يا ست، دي اللي قالها الشعب المصري. أيوه. وليها معنى، هو عظمه على عظمه، لان العظمه مش في الصوت فقط. لما تيجي بنت فلاحه صغيره من قريه وتدخل وسط العمالقه، طبعا كان في بقى مديعه مصابني وفلانه منيره المهديه واسماء وان هي تقدر تخش بينهم في الوقت اللي كان لسه فيه ما كانتش الثوره قامت وهكذا، كان في بقى فتره الانجليز وفتره البشويه والملكيه وهكذا، ان هي تطلع من وسط دول وبعدين وتتعامل مع الاسماء الكبيره جدا. وعلى فكره يعني انا بعتبر ان احنا محظوظين، لان في ناس ما كانش هيتم العمل بتاعهم وجه في الاخر وبرده فضلت العظمه موجوده. ليه؟ يعني الشاعر ابراهيم ناجي كويس،
اللي لحنوا الاغنيه هو كان صديق بيعرض دايما على ام كلثوم لها نعمل العمل بتاع ناجي الاطلال. تمام. فلا اجلوه لغايه لما ابتدى تحس ان الكبار قل شغلهم او في ناس توفت. هات له شوف صاحبك بقى، هات صاحبك بقى. فجاء ابراهيم شوف ابراهيم ناجي عمل الاطلال، اتعمل ام كلثوم عملت الاطلال في نهايه حياتها بس فضلت نفس العظمه. اول اغاني ام كلثوم زي نهايه ام كلثوم بالظبط. كمان هي حافظت على الشخصيه الفلاحي بتاعتها لان كانت في افلامها لا يمكن حد يقرب من ام كلثوم او يلمسها او كذا، وكان لازم ساعة مثلا في مشهد ان جوزها بيجي من السفر وبتجري ملهوفة عليه بس هو بيجري على الطفلة الأول. لأن هي عندها التقاليد الفلاح الأصلية والحج 16 مرة و20 مرة. وبعدين بيحصل حاجات لو قعدنا بقى نتكلم في ازاي المسلسل هيحشد للحاجات دي كلها طبعا صعب. يعني مثلا الأغنية بتاعت هذه ليلتي ان هي تقابل جورج قرداق الشاعر اللبناني العظيم في بيروت، فبتقول له يا جورج انا مش هغني لك بقى ولا مش هعمل حاجه من اغاني. رد عليها وقال لها هذه ليلتي وحلم حياتي وتبقى اغنيه. هو قالها هو بيتمنى ان هو يقدم حاجه لام كلثوم وعمل القصيده في نفس الليله. لما نسمع القصيده عبد الوهاب بكى لما قراها قبل ما يلحنها. كانت من اشيك الالحان اللي عملها عبد الوهاب بالظبط. كانت هذه الاغنيه ففي عظمه طبعا. عشان كده قالوا عظمه على عظمه. والمسلسل بصراحه كان برضو عظمه لان انا فاكر طبعا ان احنا اتفرجنا عليه وتابعناه. كان فيه هدفين طبعا كلنا بنعشق ام كلثوم فهنتفرج وتخليد الرموز الكبيره بس والعظيمه. لا الاداء القوي بتاع الممثلين سواء كاخراج كسيناريو طبعا كان قوي. لاني انا بقول لحضرتك كدليل اتعمل مسلسلين عن عبد الحليم حافظ. شوف العندليب اللي احنا بنحبه ولم يكونوا على قدر على النجاح قدر كان الله يرحمه عماد عبد الحليم وشوفي برضو كان محبوب. بس العمل اللي بيتعمل بسرعه لا. وبرضه سمير حسني كان عمل حاجه لكن ممكن لما يبقى في اعداد وفي تجهيز ده بنقول وفي تدريبات تحية وتقدير للكاتب محفوظ عبد الرحمن اللي هذا الباحث والكاتب اكيد هو عشان يعمل مسلسله قعد قد ايه وقرا قد ايه. ولو ان انا نفسي زعلان ان الموجي ما كانش في المسلسل يعني. وطبعا دي سقطه كانت يعني كبيره. محمد علي اللي قدرت تدير المنظومه دي من الممثلين ببراعه شديده وفي النهايه تقدم لنا اهم رمز ثقافي وفني في الوطن العربي كله شخصيه ام كلثوم. اكيد. فاشكرك يا دكتور ناصر. حاولنا نقول يعني بعض الاشياء البسيطه اللي هي كتيره جدا في حياه ام كلثوم قيمتها. انا متهيألي قعدنا وقعدنا نتكلم للصبح طبعا او كذا مسلسل مش هنكفي كل حاجه عن ام كلثوم. ودورها الفني وقيمتها مجتمعيا وقيمتها في كل سواء العالم. سياسيا او اجتماعيا طبعا. او المجهود الحربي اللي هي شاركت فيه كعلاقات ما بين الدول العربيه والثقافه العربيه والقوى الناعمه المصريه اللي احنا بنفتقدها الان. فام كلثوم من كل النواحي وكشخصيه المراه المصريه يعني بالزبط. هو ده المراه المصريه عظيمه جدا. رمز المجد الفني المصري هي ام كلثوم. يعني اللي هي الناس لغايه دلوقتي اللي هي الناس بتشغلها في المقاهي لغايه دلوقتي وعندهم استعداد يسمعوها للصبح. فدي العظمه على العظمه طبعا. احنا طبعا بنقول دايما زمن الفن الجميل لا نتحيز لزمن لكن نتحيز للقيمه وللاصاله اللي هي شخصيه ورمز ام كلثوم ويعني كل الكوكبه الجميله من يعني نجومنا في مصر وايضا اللي قدموا لنا اعمال عظيمه. اشكرك يا دكتور ناصر واشكر كل مشاهدينا ونلتقي ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم.